لو بشرتكم دهنية مختلطة بتعاني من البقع والتصبغات، بيطلع لكم وايت هيد وبلاك هيدز كتيرة وعندكم congested pores، كملوا الفيديو ده معايا لحد الاخر. كنتش متخيلة ان في يوم من الايام هعمل ريفيو عن تونر، بس الديرمو بيوريفاير اويل كنترول من يوسرين خطير يا جماعة. وده علشان الستار انجريدينت اللي فيه هو اللاكتيك اسيد ممبر من الالفا هيدروكسي فاميلي، بيشتغل على انه بيعمل جنتل اكسفوليشن للبشره وفي نفس الوقت بيحافظ على ترطيب البشره. التونر بيشتغل على انه بينظف مسام البشره وبينقيها، فبالتالي البشره بيكون شكلها صافي والمسام ما بيكونش شكلها واضح قوي في البشره. علشان اللاكتيك اسيد بيعمل جنتل اكسفوليشن للبشره، فبالتالي بيقلل من البقع والتصبغات. بعد ما نغسل وشنا بنستخدم التونر في المناطق اللي بشرتنا محتاجاها، زي المسام اللي على الخدود والمناخير، وكمان المناطق اللي بيكون فيها بقع وتصبغات. استخدموه على حسب احتياج بشرتكم، في ناس ممكن تستخدمه مرة في اليوم، في ناس ممكن تستخدمه مرتين. listen to your skin. ما اعتقدش انه هينفع مع ناس بشرتها جافة خالص، ومع اي برودكت بتجربوه جديد لازم تعملوا باتش تيست الاول.